السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الترند اللي قالب الدنيا وهنشوف يستاهل ولا ما يستاهلش. بصوا شكله جميل جدا. هنعمل مع بعض النهاردة المكشوفة او المكسوفة، مش عارفة الاسامي كترت علينا كده ليه، بس هي في الاخر كنافة. تمام، تعالوا بقى ندوق. بجد حلوة قوي قوي قوي. تسلم ايد اللي اخترع. تعالوا بقى نشوف. يعني اسعارها فظيعة جدا، فهنعملها في البيت بطريقة مش مكلفة ولذيذة، وان شاء الله هتحبوها. بجد عجبني يعني طعمها لذيذة خالص. هنعمل ايه؟ احنا جبت هنا نص كيلو من الكنافة، قطعتها كويس جدا وبدأت ان انا ارشها كده بالسمنة اللي انا مسيحاها اهو. اي نوع سمنة انت بتحبيه، عايزة تحطي زبدة براحتك، عايزة سمنة برضو براحتك. تمام. غلفتها كده ورفعتها على النار عشان تبدأ تحمر معايا. هنا بقى معايا كريم شانتيه ضربته اهو زي ما انتوا شايفينه. تعالوا بقى نعمل الكريمة. انا معايا هنا كوباية من الحليب، ومعلقة من السكر، معلقة ونص من النشا، معلقة كبيرة ونص. تمام. ومعايا كيس من الفانيليا. الكريم شانتيه طبعا عملته كوباية كريم شانتيه وكوباية الا ربع من المية المثلجة ومعلقة من سكر البودر، وعملت الكريم شانتيه. دي كده الكريمة اللي احنا بنعملها. خلاص. انا معايا هنا شوكولاتة مبشورة. دي حاجة اختياري براحتك لو مش عايزة تحطيها، بس بتدي طعم حلو قوي قوي للكريمة. انا هنا بشرت الشوكولاتة وقمت حطها على الكريمة وهرفعهم على النار. هنا بقى الكنافة بتاعتي خلاص هي اتحمرت. جبت الشربات بتاعي، شربات تقيل، وغلفت كده الكنافة بتاعتي. خلاص. الشربات بيتعمل ازاي؟ كوباية من السكر عليها نص كوباية من المية وهي عصرة ليمون. جبت هنا بقى الطبق بتاعي اللي هحط فيه المكشوفة او المكسوفة، وهبدأ امكس كده الكنافة وافردها في قلب الطبق اهو بالشكل ده. تمام. خلاص اهيت هحطها شوية تمسك في التلاجة لحد ما اخلط بقية مكوناتي. ده الكريم شانتيه ودي الكريمة اللي احنا عملناها اهو. هخلطهم على بعض بس بعد ما الكريمة بردت. لو حطيتيها وهي سخنة هتسيح منك الكريم شانتيه ومش هيبقى الموضوع لذيذ يعني. فانا سبتها بردت خالص اهو، وبدأت ان انا اخلطهم كده مع بعض. هجيب ايه بقى؟ هجيب شوية كده من قطع الفراولة اهو. تمام. يعني حبة حلوين كده من الفراولة، قطعتهم وضفتهم كده على الخليط بتاع الكريمة والكريم شانتيه. كده الكنافة بتاعتي بعد ما خدت شوية في التلاجة ومسكت نفسها، هبدأ كده احط في القاع كده شوية من الفراولة. لا انا هقلبهم اليمة التانية عشان لما اجي اقلب الطبق اهو. قلبتهم وهنزل كده بالكريمة بتاعتي. تمام. وهفرد كده. عايزه اقول لكم ان هي عجبتهم جدا. هتفردي بقى الكريمه بتاعتك وتحطي الكنافه، بقيه الكنافه اللي احنا محمرينها. ما تقلقيش لو جملت منك شويه بسبب الشربات، مفيش مشكله، بتفك عادي اهو. وهبدا بقى اغطي الكريمه اللي انا حطيتها، وهغطيها بقى بستريتش رول كده، وهحطها في التلاجة تمسك مش اقل من ساعتين. خلاص. كده بقى بعد ما سبتها في التلاجة حوالي ساعتين تمسك نفسها اهو. هبدأ بقى افك الكيس شوية، ما تقلبيهاش على طول. فك الكيس عشان ما يبقاش لازق منك. وقلبتها كده في الطبق بتاع التقديم بتاعي اهو. وزينتها كده بفراولتين وشوية من المكسرات. طبعا التزيين ده بقى براحتك انتي زي ما انتي حابة اهو. انا زينتها كده بعين جمل مكسراه كده نص تكسيرة. هبدأ بقى اقطعها معاكم كده ونشوف الموضوع عامل ايه. والقلبان اللي على المكشوفة دي، مش عارفة الاختراعات بتاعت الاسامي اللي انتم مطلعينها لنا دي، يعني حاجة يعني الله يكون في عوننا. تمام. اهو بصوا، بجد يعني الشكل جميل جدا. وعايزه اقول لكم ان طعمها جميل جدا جدا. يسلم ايده يعني اللي اخترع الموضوع. بجد عجبتني اهو، وان شاء الله هتعجبكم انتوا كمان. بصوا الشكل، جميله جدا، لازم تجربوها اهو.
بص اوريكم بقى شكلها وهي شلال الكريمه نازل منها كده، حاجه بجد اختراع يعني. ليهم حق يعملوا عليها قلبان، بس السعر بتاعها فظيع جدا، ما انصحكيش ابدا. اعمليها في البيت، مش مكلفه خالص، مش هتكلفك اي حاجه ولا هتاخد منك مجهود. بسيطه في عمايلها وبسيطه في كل حاجه. ف ليه تشتريها غاليه وانت ممكن تعمليها باقل التكاليف في بيتك وبطريقه جميله لولادك؟ وجربوها ان شاء الله تعجبكم. بصوا اوريكم بس شكل الفواكه جواها، وبصوا دايبه ازاي اهو، جميله جدا وطعمها رائع بجد بجد يعني. يسلم ايده اللي اخترع ترند يعني، يستاهل ان انتوا تجربوه. جربوه مش هتندموا. اشوفكم على خير، ويا رب الطريقه تكون عجبتكم.